سيادتك يا فندم في اول مؤتمر مع سيادتك قلت لا حكر على فكر. طبعا. هنستاذن سيادتك بس يا فندم، يراودني ويراود الكثير من الزملاء اين وصل ملف التحقيق في جنود رفح. في جنود رفح. طيب، ده مش فكر، انت بتسال سؤال، ده مش فكر يا احمد يا بشر. انت تمام يا بتسال فندم. سؤال، بتقول الملف التحقيق وصل لفين؟ بص يا بشر، لما يكون في عمل محكم، عايز اكلمك بامانه، ايوه يا فندم. انا ما اعرفش اتكلم غير كده بالمناسبه. تمام يا فندم. لما يكون في عمل محكم ممكن ما توصلش للي عمله. اقول تاني، تمام يا فندم. مين اللي قتل ناس محمد محمود؟ احنا؟ لا يا فندم. لا انا بتكلم بجد يا احمد. لا يا فندم مش احنا. انا بسالكم كلكم الناس اللي كانت موجوده في الشوارع، لا يا فندم. هو احنا وجهنا وادينا اوامر بضرب نار على حد مصري؟ طب مين اللي قتل بتوع محمد محمود؟ ها؟ طب مين هو الطرف الثالث؟ استنوا بس. لا انا في الاخر عايز اقول ايه؟ عايز اقول ده بالادله والبراهين اللي عمل كده يا بشر. تمام يا فندم. عشان اقول كده في رفح يبقى نجيب 10 او 3 او 50 زي ما يكون، ونقول هم دول، وادي السلاح اللي ضربوا بيه، وده التخطيط بتاعهم، وادي اهدافهم. مش كده؟ تمام يا فندم. انا عايز اقول لك في فرق بين الشواهد اللي قالها اللواء حمدي بخيت، مش كده، وبين الحقائق. حقائق يعني ده اللي قتل. الشواهد ممكن نقول كلام كتير. وطبعا هو قال عمل محكم وجهاز كبير، واحنا مش عارفين مين. طيب امال على راي بعض الاستاف هنا، طب امال حباره بيتحاكم ليه؟ اللي بيتحاكموا في قضيه رفح دول بيتحاكموا ليه؟ هل هم دول اللي قتلوا فعلا ولا مش هم اللي قتلوا؟ وبالتالي اذا كان ما عرفناش رفح الاولى ورفح والعريش وما عرفناش اللي قبليها واللي بعديها، هل هنقدر نعرف الفرافره؟ طيب واجهزه المخابرات المصريه لحد دلوقتي مش عارفه مين الجهاز الكبير ده اللي شغال في مصر؟ طب ما يقولوا لنا اسمه على الاقل. كل دي اسئله الحقيقه اريد ان اسالها